السلام عليكم ورحمة الله. أخواني الأخ محمد حجازي والأخوان وأخوات المشرفين، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. أولا أبغى أرسل رسالة خاصة لأخوي محمد حجازي، جزاه عنا خير الجزاء، وعن المسلمين جميعا إن شاء الله، الله ينفع به، على هذه القناة اللي هي جامعة وليست قناة، يعني تعلمنا فيها الكثير في فترة وجيزة ولله الحمد. لكن يعني اللي أبغى أوضحه له بخصوص الانتقاد أو النظر إلى الناس المعوقين، لا تنظر إليهم ولا تلتفت لكلامهم، والناس رأت الحق، والله سبحانه وتعالى ينصر الحق عز وجل. فأنت كذا بالعكس، أنت تتلاغي معهم، تسيء. حتى الشخص الجديد لما نرسل له ويسمع أنه والله هذا يسب المشايخ ويسب، أنت تسب ناس. يا خالد، أنا ما بسب مشايخ، أنا بقول إنه في اختلاف ولازم أوضح الاختلاف، لأنه الأمة ضاعت بهذا الاختلاف. نقطة. أنا بسبش حدا، إن تاج روسنا، بس هاي النقطة لازم يصلحوها، لأنه لازم تطبق الحديث عشان تعرف ماذا فيه، مش إنه فقط تطلع معاني كلمات وتشرح. هم ليسوا المشايخ، هم تقريبا قد يكونوا من الهكر ومن الناس اللي يستخدمون أسماء وهمية، أسماء مشايخ وصور مشايخ وكذا، ويوقعون بين المسلمين. فأنت لا تنظر لهؤلاء وسر تسير والقافلة تنبه. لما تسير القافلة وعزكم الله الكلاب تنبه، وهذول ليسوا من المسلمين، هذول مدخلين يعني. فجزاك الله عنا خير الجزاء. لا تنظر إليهم، سر في الطريق، وهذا الطريق هو نفسه يبي إن شاء الله الحق يريه الله عز وجل. الشيء الثاني يعني ملاحظة كانت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو حديثين عن الشرك، أنه يمشي يعني في الدم المسلم، وكذلك الربا يعني. فهذول يعني ذنبين قويات، وكانت يعني ما لن يسلم منه ولم ينجو منهم أحد، وجاء معهم آخر شيء الجوال والتواصل الاجتماعي هذا. فأسأل الله تعالى أن يتوب علينا منهم جميعا إن شاء الله، ويعفو عنا وعنكم إن شاء الله. الحقيقة أنا قلت بس ببلغ آية عن ما وجدت، يعني لأنه الحقيقة كثر المشاهدة، أول شيء كثر المشاهدة القنوات والمتابعة، يعني باليوم حلقتين 3 حلقات نشوف، لأنه تعرفنا على القناة قريب يعني. فكل يوم نستفيد شيء، سواء من معلومات الأخ محمد حجازي أو من ما وجدوه أو قصص الأخوان، يعني كل يجي لنا بمعلومة نستفيد منها ولله الحمد. يعني آخر معلومة يمكن اليوم استفدنا فيها اللي هي معلومة الأخت لما قالت أنه لما تركت البقرة عشت بالحسرة، وهو الحديث أخذها بركة وتركها حسرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها والمسلمين جميعا. أنا الحقيقة يعني ظروف لا يعلم بها إلا الله، يعني 40 سنة والواحد يجاهد ويروح ويصور ويجول وسفر وجي وكذا، ولكن خسائر ومن مشاريع ما تنجح، ومشاريع يعني تيجي كذا وتبخر، حتى أنه يعني هذا نعم إنه الذنب. ما حداش بقول لك إنه الذنب سبب إنه هالمشاريع تتبخر. نعم، والاستغفار يأتي بالأرزاق، يجرها جرا. الاستغفار يأتي بالصحة يجرها جرا، حتى لو عملت عملية جراحية فما كانت لتنعمل إلا باستغفارك وتنجح. بس لأنه فيه حكمة. هذا المشروع كان يعني صفقة يمكن كان بيجينا فيها حوالي $2,000,000 كل شهر، أو عفوا كل شهر، يعني عقد مع شركة أجنبية. فكنا بنورد لهم مواد وبتكلفنا حدود $300,000، يصفى لنا مبلغ 1700، يعني شيء جميل جدا. فكانت حسرة أنه الواحد يعني
تبخرت هذا الموضوع وراح. لأنه أنا ليش ذكرته؟ لأنه برجع له بعد شوي. وجدت في حكمة بعد الاستغفار، فجاني أكثر من مشروع مشابه للشيء ذا، ويروح يجيني منه مثلا مبلغ كبير جدا. المهم تسكرت الأمور من كل حدب وصوب، تسكرت الأبواب وتقطعت السبل وثقلت الأمور. فأثناء التقليب والتقليب مع الجوال وكذا وجدت أحد الأخوان يذكر قصته، أخ سوري في تركيا، طبعا كان في أوروبا ورجع لسوريا بعدين طلع تركيا وكذا، وأذكر قصته مع تاج الذكر. فكانت قصة جميلة، يعني يشبه الحال اللي أنا فيه، ولكن التزم بتاج الذكر. بعد سنة فتح الله عليه من كل حدب وصوب، تفتحت الأبواب والخزائن والخيرات من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. فكان هذا الكلام في شهر 1/8/25. فالمهم بديت أنا في تاج الذكر. أول يوم ثاني يوم جاني عقد خيالي، يعني تقريبا بحدود 500,000 يورو، مبلغ كبير، وحيصفى منه يمكن 50% أو 60% صافي لي. فكان جميل العقد وتوريد البلد برا. المهم بحثت فيه ولا 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 تيسر الأمر. المهم جلست تقريبا شهرين وأنا على تاج الذكر، والفترة دي جاء بعد الفجر، صليت الفجر في المسجد ولله الحمد، يجيني ضيقة بعد الفجر عجيبة. المهم كان الموضوع ماشي، يعني بدأت تجيني ضيقة وهموم، حتى لدرجة إني أبغى أتخلص من عمري. فطرى في بالي إني أروح للمقبرة وأشوف قبر وانسدح فيه خلاص، وانجضع فيه وأسلم أمري إلى الله. فأثناء التقليب في الجوال كانت تظهر لي قناة محمد حجازي، بس أتعداه أدخل كذا ماشي. فذيك اليوم سبحان الله العظيم استمعت لها، وفتح الله سبحانه علي قلبي لها، وبإذن الله تعالى تجاوبت معه. رغم أنه إيش يعني الملاحظة هنا 30,000 كان الرقم كبير، وأنا من الناس اللي ما يرى الخاتم التسبيح هذا سبح وذكر الله من دون ما له داعي، هذا ما نرى الموضوع هذا. المهم المسبحة هاي بتذكرك انك تستغفر ولسانك ذاكر، يعني هاي افضل ما في هاي المسبحة، وانك بتحاول تحافظ لك لنفسك على سقف عالي. استغفرت وبديت في الاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صيغة طويلة. فالتزمت باليوم والليلة، يعني كنا من أول على فكرة سبق أنه ذكر لنا الاستغفار وكذا، وكنت أقرأ سورة البقرة من قبل، ولكن لا 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 لما حد يقول لك التزم ما في خارطة الطريق. لدرجة أنه مرة في اليوتيوب واحد بدأ استغفر الله كذا، تشكيك وأمور. المهم طبعا برضو كنت يعني سنوات أنا ملتزم سورة البقرة وكذا وكذا وحديث وأذكار والله الحمد، ولكن ما لا جدوى، تفتح وتصك. المهم بعد فترة اشتريت الخاتم وبديت استغفر برضو بصيغة طويلة، جبت 2000 تقريبا. بعدها بديت اخذ الصيغة، جبت 20,000، جبت كذا. أول يوم يعني يمكن ما أخذت أسبوع لأنا جايب 30,000. أول يوم جبت 30,000 رجعت للبيت متأخر، ولعت نار بالبيت ومشكلة وكادت تصل إلى الطلاق. المهم تعديناه بفضل الله سبحانه وتعالى، واستمريت أستغفر وبديت أجيب 30 و70 و40 و50 و20، وبعدين بديت يعني الحقيقة كنت أقوم قبل الفجر، فكنت بالأول أجيب 3000، بعدين 5000، بعدين 7000، صرت أوصل قبل الفجر 10,000، ولله الحمد فضل من الله عز وجل علينا. المهم بدينا يعني بالتزام. بعد فترة كنت يعني متردد إني أبدأ بسورة البقرة لأني أبغى أبدأ صح يعني، فأنعم الله عليه سبحانه وتعالى. المهم استمريت بالاستغفار
بعد أسبوع تقريبا جاءت السكينة والطمأنينة والراحة، ورأيت المطر بالمنام والحقيقة، وجدت الخيرات يعني معنوية كثيرة ولله الحمد. من فضل الله علينا سبحانه وتعالى ب1/12 بديت بسورة البقرة، ففضل الله سبحانه وتعالى علي يوم بديت بسورة البقرة يعني كنت خايف اني ابدأ ينقص 30,000، اصبحت اجيب 60,000. سورة البقرة 4 مرات و60,000 ولله الحمد، فضل من الله عز وجل. المهم استمر الأمر والحال ولله الحمد، فاستشعرت من الله سبحانه وتعالى أني أقضي 10 ساعات من يومي يعني عبادة، فهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتك. أنا قلت لكم في الماضي كنت أجلس مع كتاب الله 8 ساعات و9 ساعات، مش في الماضي يعني، وأنا في فترة قراءة سورة البقرة ما كان معي الاستغفار، وكان الله يريدك عبد بالليل والنهار، مش تروح تصلي وتروح وتخرب الدنيا. يا أبو أحمد وجميع التابعين والأخوان، لأنكم دليتونا يعني صرنا فعلا ضايعين، وبغض النظر عن المكاسب الدنيوية الآن مسكنا طريق الآخرة الحقيقي ولله الحمد. الشيء الثاني برجع لموضوع $2,000,000. فمع الاستغفار وقراءة سورة البقرة بديت تفتح لي، يعني بديت أتذكر ذنوب وأتوب منها، مو بني أستشعرها، لا، بدأت ذنوبي تجي أمامي وأتوب منها كأني أتطهر منها ولله الحمد. بديت أستشعر بالعبادة، فاستشعرت موضوع $2,000,000. يعني أنا من الناس اللي أركض أبغى تمويل وأبغى كذا وأبغى قروض وأبغى كذا، أسوي مشاريع وبفعل وكذا. فكان الله سبحانه وتعالى يقول يعني أنا أقدر من لا شيء أعطيك. يعني استشعر المشروع ذاك بالذات، أنا ما عندي شيء ولا حاجة وكذا، وجاني المشروع والشركة وتبغى تعطيني الدفعة وأكمل لهم المواد وأرسل لهم فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا من لا شيء أعطيك، أنت لا تدور ولا تركض، إحنا نعطيك، نحن نرزقك سبحانه وتعالى. الحمد لله، نحن نرزقكم وإياهم. اللهم لك الحمد والشكر على نعمه وفضله علينا سبحانه وتعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا فضله ويثبتنا على هذا الشيء حتى نلقاه. نعمة الاستغفار نعمة فاقدينها، وفعلا عبادة تمهد الطريق لكل شيء، للصلاة استشعرنا فيها، للدعاء، لقيام الليل، لقراءة القرآن. الحمد لله الذي أنعم علينا بفضله وتمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليكم فضله، وأن يعطيكم جميعا أكثر مما تتمنون وأعظم مما ترجون، وأن يبشركم إن شاء الله بالفتوحات والخيرات، وأن يجمع لك أبو أحمد بين الأجر والعافية، ويغنيك عن العملية، ويشفيك شفاء لا سقم بعده، وجميع المسلمين إن شاء الله يا حي يا قيوم. الحمد لله الذي هدانا إن أصبت. لا تنسوا الصلاة على النبي ولا يفوتكم القادم من الفيديو.